انا كلمت سمسار يجيب لي شقه في القاهره واستلمت المفتاح ودفعت الفلوس. اول يوم ليا في الشقه كان طبيعي، بس من تاني يوم ابتديت اشم ريحه غريبه في الشقه، ريحه بشعه، واكتر مكان كانت بتطلع منه الريحه دي كان المطبخ. انا قلت يمكن تكون الشقه مش نظيفه، فجبت حد ينظف الشقه ويخليها زي الفل، وفعلا الريحه بعدها راحت، وفضلت في الشقه دي حوالي شهر. الدنيا كانت جميله مفيش مشاكل، بس بعد كده حصلت حاجه فعلا غريبه. الريحه رجعت تاني، بس مش ريحه طبيعيه، لا 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 لا، دي ريحه اقوى بكتير، وريحة صعبة جدا ما تقدرش أصلا تتحملها، لدرجة إن أنا صحيت من النوم من كتر ما الريحة بشعة. فضلت أكح جامد وكنت هرجع. رحت جريت بسرعة على المطبخ، قلت أشوف الريحة أكيد جاية منه، بس الغريب إن أول ما دخلت المطبخ الريحة اختفت تماما. رحت رجعت الأوضة تاني، أول ما خرجت من المطبخ لقيت الريحة رجعت تاني، لا وكمان ريحة قوية جدا، فما استحملتش أصلا. جريت على المطبخ بسرعة عشان أهرب من الريحة دي. إزاي المطبخ مش بتوصل فيه الريحة وموجودة بره؟ والغريب كمان إن أنا حاولت أروح أي مكان في الشقة كنت بلاقي فيه الريحة قوية جدا. المطبخ الوحيد اللي ما كانتش الريحة دي بتوصل له. الموضوع غريب لأن أصلا في البداية الريحة كانت طالعة من المطبخ. لا 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 لا، الوضع ده لا يمكن يتسكت عليه. أنا كنت عايز أخرج بس من الشقة، بس ما كنتش قادر من كتر الريحة. وبعدين وانا في المطبخ لقيت البوتاجاز اشتغل مرة واحدة، وكنت سامع صوت غريب جوه البوتاجاز، وكمان كنت شايف ورا الازاز حاجة في الفرن بتتحرك. النار اشتغلت على الاخر والحاجة دي عمالة تتحرك جامد قوي. باب الفرن كان هيتخلع من مكانه. رحت بسرعة جريت على البوتاجاز وحاولت افتح الفرن اشوف ده ايه. فتحت باب الفرن وفجأة لقيت. لو عايزين تعرفوا بقية الحكاية اعملوا اشتراك في القناة واستنوا الحلقة الجديدة يوميا الساعة 9 مساء.